السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، ليا سؤال بعد إذنك. اتفضل. ما صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته وما معناه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الحديث فثابت صحيح، لكن له سياقان. أحدهما خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، ومعناه عند بعض العلماء أن آدم لم يخلق طفلا ثم يشب ثم يهرم ثم يشيخ، إنما خلق مرة واحدة على هيئته التي خلقه الله عليها، طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. هكذا قال كثير من الشراح، فهذا السياق الأول وهذا معنى الحديث فيه. أما الثاني فحديث إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فقيل فيه على صورة المضروب. هذا أحد الأقوال، يعني لا تهين أخاك بلطمه على وجهه، فكأنك إذا أهنته أهنت أباه آدم، لأن آدم خلق على صورة هذا المضروب. هذا وقد وردت رواية شاذة شاذة لا تثبت، وهي فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهي زيادة شاذة لا تثبت، والله أعلم.